عمرك حسيت انك وثقت في حد زيادة وبعدين اتخذلت، او بقيت مش عارف تثق في حد خالص حتى الناس القريبة منك؟ المشكلة مش انك طيب زيادة ولا ان الناس كلها وحشة، المشكلة ببساطة اننا ما تعلمناش نواجه ثقتنا صح. في الحلقة دي هنتكلم عن ازاي تختار الشخص يستاهل ثقتك من غير ما تبقى ساذج ولا تبقى قافل قلبك. فدول شوية نقط لو خدتهم بعين اعتبار هتعرف تختار الشخص يستاهل ثقتك. اول نقطة، الثقة مش كل حاجة او ولا حاجة. اكبر غلط بنعمله اننا بنتعامل مع الثقة كأنها زرار، يا اما اثق فيك 100% يا اما ما اثقش فيك خالص. لكن الحقيقة الثقة درجات، يعني ممكن تثق في حد في شغلك بس مش في حياتك الشخصية، تثق في حد يسمعك بس مش واخد قرارات عنك، تثق في حد في موقف ومش في موقف تاني. الخلاصة ابدأ بثقة صغيرة وكبرها مع الوقت. تاني نقطة، بص على الأفعال مش الكلام. في ناس بتتكلم حلو جدا لكن وقت الجد مفيش. الشخص يستاهل ثقتك بيعمل اللي قال عليه، ثابت في تصرفاته، مش بيتغير حسب مصلحته. اسأل نفسك، هل الشخص ده لما وعدني بحاجة نفذها ولا دايما عنده أعذار؟ الثقة مش بتتبني بالكلام، بتتبني بالتكرار والمواقف. تالت نقطة، هل بيحترم حدودك؟ الشخص يآمن نفسيا، ما بيضغطش عليك تقول حاجة مش عايز تقولها، ما بيقللش من مشاعرك، ما بيستخدمش ضعفك ضدك. لو حد بيخليك تحس انك غلطان عشان عندك مشاعر يبقى ده مش مكان آمن للثقة. رابع نقطة، بيظهر وقت الشدة ولا بيختفي؟ كل الناس حلوة وقت الفسح والضحك، لكن وقت التعب هنا الحقيقة بتظهر. اسأل نفسك، لما كنت محتاج كان موجود ولا اختفى ورجع لما الدنيا بقت تمام؟ الشخص يستاهل ثقتك مش بيشاركك اللحظات حلوة بس، لكن بيستحملك في وحش كمان. خامس نقطة، هل بتحس بأمان معاه؟ ودي أهم نقطة. مش أمان بمعنى ما يجرحكش، لكن أمان بمعنى تعرف تكون على طبيعتك، تقول اللي جواك من غير خوف، ما تحسش إنك لازم تمثل. الإحساس ده بيجي من جواك. لو حاسس بتوتر أو قلق طول الوقت مع شخص حتى لو مش فاهم ليه، إحساسك غالبا صح. سادس نقطة، ما تثقش بسرعة وما تقفلش قلبك برضو. في ناس بتثق بسرعة ودي مشكلة، في ناس بتقفل قلبها خالص ودي مشكلة أكبر. الصح إن أنت تاخد وقتك وتلاحظ وتختبر بشكل طبيعي من غير ما تبقى شكاك. الثقة الذكية يعني قلب مفتوح وعقل واعي. فالخلاصة، اختيار الشخص اللي تثق فيه مش مهارة سهلة بس هي ممكنة. افتكر دايما انت مش محتاج تثق في ناس كتير، انت محتاج تختار صح وما تخليش تجربة وحشة تخليك تقفل قلبك. وصح، بمناسبة التجربة الوحشة، الحلقة الجاية هنتكلم ازاي تتعافى من خذلان الثقة الزايدة، ازاي تتعافى من انك وثقت في الشخص الغلط. واخيرا لازم تعرفوا ان الثقة مش مخاطرة، الثقة اختيار، واختيار مهم جدا كمان. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.